حياة الراجل ماشي سهله، وهاد المره نهاد الوجود ديالها مني دارت تجربه باش تثبت هادشي. في 2006 الصحفيه النسويه نورا فينسنت قررت باش دير تجربه اجتماعيه خطيره فين بدلات الشكل ديالها، قطعت شعرها، لبسات حوايج الرجال ودربات باش تخشن صوتها. لمده 18 شهر عاشت في المجتمع بسميت نيد. الهدف ديالها كان بسيط، بحيث بغات تدخل عالم الرجال باش تفضح الامتيازات الذكوريه وتشوف كيفاش الرجال كيعيشوا حياه رفاهيه. ولكن الصدمه كانت قاسيه. نورا اكتشفت باللي الرجال كيعيشوا في واحد العزله عاطفيه قاتله، بحيث ممنوع عليهم يبينوا الضعف، ممنوع يتشكاو، واي تعبير على المشاعر كيتعتبر قله رجوله. وبلاص الامتيازات لقات واحد الضغط رهيب باش تكون قوي وتنجح بزز منك. التجربه كانت مدمره لنفسيتها لدرجه انها فاش سالات 18 شهر ما قدرش ترجع لحياتها الطبيعيه، واضطرات تدخل المصحه النفسيه بسبب الاكتئاب الحاد وفقدان الهويه. نورا من بعد كتبت كتاب سيلف ميد مان وقالت فيه واحد الجمله مرعبه: الرجال كيعانيوا في صمت وعالمهم اقصى مما كنت كنتخيل. التجربه اللي كانت باش تفضح الرجال خلاتها تشفق عليهم. ماشي العالم اللي عايشين حنا وباغي المساواة فيه، راه حنا براسنا ما عندناش المساواة في العالم ديالنا، فهمتي؟ هي مرا جربت الحياة ديال الرجل لقات مثير للشفقة. اش نقول لك الاخت، اش ديت؟